من صفات الشخص اللي تقديره لذاته قليل ان هو دايما متشائم. يعني عارفين دايما الشخص اللي هو شايف الدنيا سودة، شايف ان الفرصة بتيجي مرة واحدة بس، ودايما بقى بيشتكي من حال البلد وان كل حاجة وحشة حواليه وان هو مفيش مستقبل وان الناس الحلوة بتمشي بسرعة. كل دي من علامات عدم تقدير الذات. برضه في صفة تانية بتميز الشخص ده، وهو انه دايما بيبرر تصرفاته. يعني مش شرط مثلا حد يهاجمه او ينتقده عشان يبرر تصرفاته، هو لوحده كده في الفاضية او المليانة يبرر اي حاجة بيعملها. يعني مثلا ممكن يكون وصل في ميعاده متأخر حاجة بسيطة قوي، والشخص التاني ما حسش بالموضوع ومش متضايق، هو يقعد يبرر بقى اصل انا كنت النهارده طريق زحمة، واصل انا صحيت متأخر، وحاجات بقى زي كده كتير. يجي مثلا يقعد بشكل معين، لازم بقى يعتذر للي حواليه، اصل انا هقعد كده معلش عشان رجلي وجعاني، او عشان انا مش قادر اقعد بطريقة معينة، وهكذا بقى في كل تصرفاته. الصفة الثالثة اللي بتميز الشخص ده هو ان دايما بيتنازل عن رأيه او يغير رأيه ارضاء للآخرين، في سبيل بقى انه يحصل على حب او اهتمام او تأييد للمجموعة. عادة الشخص ده في اي نقاش بتلاقيه بيتجنب ان هو يبدي رأيه في الاول، بيستنى بقى لما كل الناس تقول رأيها وبعد كده هو يقول رأيه، بحيث ان هو يبان ان هو متوافق مع المجموعة دي. ممكن لو شفته في اكتر من موقف او اكتر في تجمع بيتناقشوا في نفس الموضوع، هتلاقي في كل تجمع بيقول رأي مختلف عن التجمع اللي قبله، لان هدفه الاساسي انه يحصل على اعجاب الاخرين ويحصل على حب واهتمام منه. قول لنا برضو كده في التعليقات، هل تعرف صفات تانية للشخص اللي تقديره لذاته قليل؟